محمد الحاجي. محمد أهلا بك ومساء الخير. مساء النور حكيم. المغرب تنظيم دراسة ميدانية حول صورة المغرب بإفريقيا. بالفعل حكيم، قامت الجمعية المغربية للتسويق والاتصال بتنظيم دراسة ميدانية حول صورة المغرب بإفريقيا، كون المغرب يتمتع بصورة إيجابية عموما في إفريقيا وخصوصا على مستوى مناخ الأعمال وجودة المنتوجات. ومعي من الدار البيضاء السيد خالد بدو رئيس الجمعية المغربية للتسويق والاتصال، وهي الجمعية المخولة للقيام بهذه الدراسة. أهلا بك على فرانس 24 سيد خالد. إذن ما هي المقومات التي قامت عليها هذه الدراسة؟ الدراسة الهدف ديالها الأساسي كان هو التعرف على كيف ينظر الأفارقة للمغرب كوجهة سياحية، كمناخ للأعمال وكمناخ للاستثمار. وارتكزنا على مجموعة من العوامل، أولها المنتوجات المغربية وجودة المنتوجات المغربية، ثانيا المناخ السياحي والانفراستركتور يعني السياحية، وكذلك جودة الموارد البشرية. ووجدنا نتائج جد إيجابية يعني اللي كانت حسنة على العموم، حيث أن المغرب ينظر إليه مجموع إفريقيا الفرنكوفونية وإفريقيا الأنغلوفونية وكذلك دول المغرب العربي كبلد متقدم، كبلد اللي كان نموذج اللي كيمكن لهم يعملوا معاه، واللي أكثر من 70% من الأسر الإفريقية كيتمنوا أنهم يجيوا للمغرب باش يشتغلوا في إطار العمل ديالهم، سواء في القطاع بالخصوص في القطاع الخاص. وكذلك من ناحية أخرى حاولنا دراسة صورة المغاربة، كيف ينظر المغاربة للمغرب على نفس المقومات. وكان هناك بطبيعه الحال بعض يعني الاشياء اللي خرجت منها الدراسه اللي ما كناش كنتوقعوها، ولكن على العموم كتبقى نظره ايجابيه، وهي كتاتي في اطار يعني السياسه المغربيه للتوجه نحو افريقيا والعمل على يعني تموقع المغرب كقاطره للتطور الاقتصادي والاجتماعي لافريقيا. نعم سيد خالد، هل نظرة المغاربة تجاه المغرب والتي طبعا يعني هل هي أقل إيجابية من نظرة الأفارقة؟ ليست اقل ايجابيه، ولكن بما انه المغاربه يعني يعرفون اكثر بلادهم كسكان دول افريقيا الاخرى، فمثلا من ناحيه مناخ الاعمال كان هناك مجموعه من الملاحظات اللي ابداها المغاربه. كذلك بالنسبه لجوده الموارد البشريه وجوده الدراسات العليا المتوفره بالمغرب، لان المغاربه بطبيعه الحال كينظروا كمثال لهم ولا كنموذج لاوروبا والولايات المتحده وبعض دول الشرق الاوسط، فكيكون هناك مقارنه. بالنسبه لدول افريقيا كتكون مقارنه كدول لشمال افريقيا ومنها المغرب، وبالنسبه لنا حنايا كنظروا شمالا كذلك، وكنحاولوا نقارنوا مع دول اخرى. فعلى العموم يعني المغاربه يعني في المراكز الثلاثه الاولى من ناحيه نقاط القوه نتاع المغرب. اولا فهي يعني الاستقرار السياسي والاجتماعي، ثانيا المقومات السياحيه، وثالثا التموقع الجغرافي. هذه ثلاثه ديال النقط الاساسيه الاولى اللي كيقدموها المغاربه كنقاط قوه للمغرب، ونقاط ضعف، ثلاث نقاط ضعف الاساسيه اللي كيقدموها المغاربه. فهي اول جوده الموارد البشريه، أشكرك. التجهيزات والبنيه التحتيه، وثالثا الموارد البشريه. نعم أشكرك سيد خالد بدو رئيس الجمعية المغربية للتسويق والاتصال، كنت معنا من الدار البيضاء. حكي. شكرا لك ولضيفك محمد. الآن ننتقل إلى الجزائر وإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال في ولايات جديدة. بالفعل حكيم، أكدت طبعا وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري اليوم في أقصى جنوب البلاد أنها ترحب بكل اقتراح مفصل يقدمه المتعاملون في الهاتف النقال، وخاصة الأجانب الراغبين بولوج السوق الجزائرية، وخاصة أورانج الفرنسية وفودافون الإنجليزية. طبعا اليوم تم إطلاق الجيل الثالث في 6 ولايات في الجزائر، بدءا من تمنراست في أقصى جنوب البلاد. الجزائر على ما أعتقد دائما موظفو الصحة يواصلون إضرابهم. بالفعل استأنف العاملون في قطاع الصحة العمومية حركتهم الاحتجاجية اليوم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة طبعا بتلبية مطالبهم المهنية. وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 80%، في حين أشارت الوزارة إلى أنها لا تتعدى نسبة 3% فقط. وفي تصريح أكد الدكتور مرابط للصحافة أنهم قرروا استئناف الحركة الاحتجاجية لعدم تلبية وزارة الصحة
للمطالب. وأضاف قائلا أن الوزارة لم ترد على المراسلة التي بعثت في سبتمبر أيلول الماضي، لذلك لجأوا إلى قرار شن الإضراب كآخر خيار لهم. وفي هذا الصدد ذكر أنه ينبغي مراجعة القوانين الأساسية في إطار التوظيف العمومي، ولا يمكن القيام بذلك في معزل عن باقي القطاعات. وبخصوص مسابقة الانتقال إلى الرواتب العليا، أضاف أن الوزارة أعلمت النقابات أنها استفادت من رخصة استثنائية من الوزير الأول لتنظيم مسابقة الانتقال إلى الرتب لفائدة الأسلاك المعنية. محمد الحاجي، كل الشكر الجزيل لك على هذه الجولة الاقتصادية.